ايه السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع جون ومراته ميا، وهم عايشين حياة سعيدة جدا وبيحبوا بعض ومتفاهمين. ولما حد فيهم بيزعل التاني بيصالحه على طول، وكمان بيكون مستنيين مولودهم الأول. وفي يوم جون جاب لميا عروسة لعبة هدية، وهنا فرحت بيها جدا لأنها بتكون بتحب العرايس ومش عارف ليه بتحبهم، بس دي فعلا حاجة غريبة. وفي نفس اليوم بالليل ميا صحيت على صوت صريخ جاي من الشقة اللي جنبهم، ولما صحت جون علشان يعرف في ايه خرج وهو هدومه عليها دم، وقال لها تتصل بالأسعاف بسرعة. بس للأسف واحد طلع عليها وغزاها بالسكينة، وكمان في واحدة تانية كانت هتقتلها لولا إن جون اتدخل وبدأ يتخانق معاهم. والبنت التانية لقوها دبحة نفسها بالسكينة، والعروسة كانت على رجليها وبتنزل نقط دم في عيون العروسة. وميا وجون خرجوا من الحادثة على خير، بس الدكتور قال لهم إن هي لازم تستريح. وهنا جون حاول يفرحها ويطمنها وينفذ لها أي حاجة علشان يخرجها من اللي هي فيه. وبعد كده بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة بتحصل في البيت، زي إن لعبة الأطفال بتطلع موسيقى لوحدها، وماكينة الخياطة بتشتغل لوحدها، والكرسي بيهتز. بس هما ما خدوش بالهم وافتكروا إن الحاجات دي طبيعية. وفي يوم المحقق جالهم البيت وقال لهم إن البنت دي كانت مشاركة في طائفة شيطانية. وجون راح يعمل لمية فشار، بس بيلاقيها راحت في النوم، فبيدفع الفشار تاني. وتاني يوم هي كانت بتشتغل على ماكينة الخياطة، والروح اللي في البيت بتولع النار على الفشار من تاني، فبتحصل حريقة كبيرة جدا. وهنا ميا بتشوف حاجة غريبة وبيحصل لها موقف صعب جدا. والجيران يبلغوا جون، وجون يوديها المستشفى بسرعة، والدكتور يقول لهم إن هي لازم تولد حالا. وبعد ما تولد ميا تقرر إن هي ما ترجعش البيت تاني، وجون يحط العروسة في كرتونة وبيرميها. واشتروا شقة جديدة في كاليفورنيا. بس بعد كام شهر حياتهم رجعت طبيعية، وجون كان بينقل العزال على فترات. وآخر كرتونة جابها البيت ميا لقيت فيها العروسة، فقررت قرار غبي جدا إن هي تحتفظ بالعروسة من تاني. وهنا بتبدأ الحاجات الغريبة بتظهر من تاني، زي إن العروسة بتطلع صوت والكرسي بيهتز، وميا بتشوف بنت صغيرة بتجري في البيت. ولما راح تدور عليها بعد كده سمعت صوت طفلة بتعيط في المخزن، وبيظهر مخلوق غريب وبيمسك إيديها ويعمل لها عليها علامة. ميا حكت لجون بس مصدقهاش، فقررت تكلم المحقق من تاني، وعرفت إن البنت دي كانت مشتركة في طائفة شيطانية، والرمز اللي على ايديها هو نفس الرمز اللي رسمته على الحيط بدمها. وهنا ميا بتشتري كتاب عن الطائفة، وعرفت إن أنابل استدعت شيطان، والشيطان ده بيتغذى على روح البني آدمين، وبتعرف إن هو بيفضل روح الأطفال. وميا بتجري على بنتها، وبتكون حالتها العصبية اتدمرت من تاني. وجون جاب الجسيس وقرروا ياخدوا أنابل، بس الشياطين ما سكتوش وبدأوا يؤذوهم. وفي الآخر صاحبتها قررت تنتحر وتنقذهم. وبعد 6 شهور جون وميا وبنتهم حياتهم بقت طبيعية، وأنابل اتحطت في بيت إيد لورين جوه الأوضة اللي بيجمعوا فيها الحاجات الخارقة للطبيعة. وجون وميا قرروا يبدأوا حياة جديدة ويبعدوا عن كل الحاجات الغريبة اللي حصلت. وبكده يكون انتهى فيلم النهاردة. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.